اهلا بيكم في القناة. النهاردة هنتعلم غرزتين. اول غرزة هي غرزة النص عمود. انا عملت هنا عدد من السلاسل، تقدروا تعملوا اي عدد. ارتفاع غرزة النص عمود بيكون سلسلتين، فانا هعمل عدد السلاسل وهسيب سلسلتين من بعد الابرة، الف الخيط وادخل في الغرزة رقم 3 او السلسلة رقم 3. دخلت بالابرة، بعد كده هسحب الخيط على الإبرة أو ألف الخيط على الإبرة وأسحبه. عندي 3 لفات على الإبرة زي ما انتوا شايفين كده، ألف الخيط على الإبرة وأسحب بين ال3، وكده أبقى عملت أول غرزة نص عمود. ده شكلها، هوريها لكم كمان مرة. هلف الخيط على الإبرة وأدخل في السلسلة اللي بعدها أو الغرزة اللي بعدها، ألف الخيط على الإبرة وأسحب. عندي 3 حلقات على الإبرة، ألف الخيط على الإبرة وأسحب من ال3 حلقات، ألف الخيط على الإبرة وأدخل في الغرزة اللي بعدها، ألف الخيط على الإبرة وأسحب. هيبقى عندي 3 على الإبرة، 3 حلقات على الإبرة، ألف الخيط على الإبرة وأسحب من ال3 حلقات. هنعيد تاني كمان مرة. ألف الخيط على الإبرة وأدخل في الغرزة اللي بعدها، ألف الخيط وأسحب. عندي 3 حلقات على الإبرة، ألف الخيط على الإبرة وأسحب من ال3 كلهم. أهم حاجة إن احنا بنكرر الخطوات علشان نتقن الغرزة ونعملها كويس جدا، علشان لما نبتدي أي مشروع يبقى بالنسبة لنا سهل والغرزة واضحة. هوريها لكم آخر مرة. هلف الخيط على الإبرة وأدخل في الغرزة اللي بعدها، عندي 3 حلقات على الإبرة، ألف الخيط وأسحب من ال3 زي ما انتوا شايفين كده. وده شكل غرزة النص عمود. ليها مشاريع كتير قوي، هنشوف لها تطبيقات في الفيديوهات الجاية. وده شكل الغرزة. دلوقتي احنا هنخش على الغرزة التانية، وهي غرزة العمود بلفة. غرزة العمود بلفة انا عملت عدد من السلاسل، ارتفاعها 3 سلاسل، فهسيب 3 سلاسل من بعد الإبرة والف الخيط على الإبرة وادخل بالإبرة في الغرزة، ألف الخيط. هيبقى عندي 3 لفات على الإبرة، ألف الخيط وهسحب من لفتين بس. هيبقى عندي لفتين على الإبرة، ألف الخيط على الإبرة وأسحب من اللفتين. دي أول غرزة عمود بلفة. أتمنى تكون واضحة. نكرر. ألف الخيط على الإبرة، هدخل في الغرزة اللي بعدها، ألف الخيط على الإبرة. هيبقى عندي 3 لفات على الإبرة، ألف الخيط وأسحب من حلقتين بس. هيبقى عندي لفتين على الإبرة أو حلقتين، ألف الخيط على الإبرة وأسحب من الحلقتين. ودي خطوات غرزة العمود بلفة زي ما انتوا شايفينها قدامكم بالظبط. هعملها معاكم تاني. لفيت الخيط على الإبرة وبدخل بالإبرة في الغرزة اللي بعدها، ألف الخيط على الإبرة وأسحب. عندي 3 لفات على الإبرة، ألف الخيط على الإبرة وأسحب من حلقتين. عندي حلقتين على الإبرة، ألف الخيط على الإبرة وأسحب من الحلقتين التانيين. وده شكل غرزة العمود بلفة، ارتفاعها 3 سلاسل، بنتمرن عليه لغاية ما نتقنها. وده شكلها. نكرر كمان مرة. نلف الخيط على الإبرة وندخل بالإبرة في الغرزة اللي بعدها، نلف الخيط ونسحب 3 حلقات على الإبرة، ألف الخيط وأسحب بين 2. هيكون عندي حلقتين على الإبرة، ألف الخيط على الإبرة وأسحب من آخر حلقتين. نكررها. ألف الخيط على الإبرة وأدخل في الغرزة اللي بعدها، أسحب الخيط
هيبقى عندي 3 حلقات على الإبرة. أسحب خيط وألف من 2، هيبقى عندي 2 على الإبرة. ألف الخيط على الإبرة وأسحب من الحلقتين، وده شكل الغرزة. أتمنى يكون الفيديو مفيد وسهل وبسيط بالنسبة لكم. ياريت تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. أشوفكم الفيديو الجاي.